يقول: يا شيخ، تحدثت أثناء خطبة الجمعة، ماذا يلزمني؟ وهل صلاتي صحيحة؟ كيف تحدث؟ مع زملائه. تحدث، هذا لا يجوز والإمام يخطب. من قال صح والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. نعم. فيجب علينا أن نعنى بهذا التوجيه النبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نستمع، نجعل أمورنا كلها متجهة إلى ما يقوله الإمام، وأن نحاول أن نفهم ما يقوله للانتفاع به والاتعاظ بما يقول. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ: بارك الله فيكم، ماذا أفعل إذا نسيت التحيات في التشهد الأول أثناء الصلاة مع الإمام؟ أولا، طالما أنك مع الإمام فأنت مع الإمام، الحمد لله. فلا يمكن أنك تبي تستقل بشيء بمثل التشهد الأول. التشهد الأول كيف أنت بتقوم والإمام جالس؟ لابد أنك تتابع إمامك. لكن ممكن أن يكون هناك أشياء من أقوال أو أفعال تزيدها ونحو ذلك، ما يترتب عليه سجود سهو. فسجود السهو بالنسبة للمأموم يتحمله عنه إمامه، فلا ينبغي للمأموم أن يسجد سجود سهو والحال أن خطأه الذي يظنه خطأ هو في متابعة إمامه. فعلى كل حال الإمام يتحمل عنه سجود السهو.